بالمصلي عليه. أيها المكرمون، شهر رمضان المبارك هو محل الكرامة، فأيامه ممجدة وأوقاته مشرفة، وأنفاسه فيه ما دامت عبادة لله عز وجل فهي عند الله معظمة. هل تعلم أنه ما من ذرة من ذرات الوجود إلا وتتشوق إلى تلك الليالي الشريفة المتفردة من ليالي هذا الزمان الشريف؟ لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد كل يوم: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. شهر رمضان المبارك هو هدية من رب العالمين إلى أمة من أرسله الله رحمة للعالمين. حضرتك أول ما تسمع كلمة هدية يأتي في الذهن بعض المفاهيم والتصورات التي تتعلق بهذا المصطلح، كلمة الهدية. خلي بال حضرتك معي، الهدية تكون بين طرفين، الطرف الأول بنسميه مهدي، والطرف الثاني نسميه مهدى إليه. آدي الهدية. الهدية من الطرف الأول يعني من المهدي تكون تعبيراً عن قيم الود والحب والمقاربة، والهدية بالنسبة للطرف الثاني المهدى إليه تكون تعبيراً عن قيم التقدير والتوقير والاحترام والإجلال وهكذا. السؤال هنا: ما هي الانفعالات التي يتقلب فيها المهدى إليه هذه الهدية؟ حضرتك واحد جه ادالك هدية، ايه انفعالك الطبيعي تجاه هذه الهدية التي قدمت إليك؟ أول انفعال طبيعي أنك تستقبل هذه الهدية بالفرح والسرور والابتهاج، ثم بعد ذلك تكون متشوقا إلى أن تفتح هذه الهدية، والتي غالبا ما ستجد فيها شيئا يدخل على قلبك الفرح والسرور، وهذا يعود إلى ذكاء المهدي لك بهذه الهدية. ثم بعد ذلك تمد يدك حتى تأخذ هذه الهدايا لتنفعل لها وبها ومعها. هذا هو المطلوب منك. شهر رمضان المبارك هدية من الله لك، فالانفعال الأول أنك تستقبل هدية الله بالفرح والسرور والابتهال. فافرحوا بأيام الله عز وجل، وافرحوا بهذا الزمان الشريف، واشكروا الله عز وجل على نعمة شهود هذه الأيام، واحمدوه على أنه أمد في عمرنا لندرك ولو زمانا يسيرا من هذا الشهر الفضيل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم بعد ذلك ابدأ وافتح هذه الهدية. حين تفتح هذه الهدية أقصد هذا الزمان الشريف بتأمل وبمزيد تدبر في كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدرك أن الله أودع لك في هذه الهدية الكثير من الأسرار والعطايا الإلهية، فيه الجود، فيه الرحمة، فيه النظر الإلهي، فيه المغفرة، فيه العفو، فيه العتق من النار، فيه الدعاء المستجاب، وهكذا. أودع ربنا الكثير من الأسرار والعطايا في هذه الهدية. إذن انفعالك الأول أنك تستقبل شهر رمضان بالفرح والسرور، وها هي أيام مرت وما زال هناك الباقي. الانفعال الثاني أنك تفتح هذه الهدية لتجد فيها أنواعا من الجواهر والدرر التي أودعها ربنا في هذا الزمان الشريف. الانفعال الثالث أن تمد يدك، أن تنفعل مع هذه الهدايا، أن تقبل على الله عز وجل حتى تنال المغفرة وتنال العفو وتنال العتق من النار ويستجاب لك الدعاء. هذا هو المطلوب منك. خذ لنفسك
من نفسك قبل أن يذهب نفسك. خذ لنفسك من نفسك قبل أن يذهب نفسك. نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.